بمناسبة ترند جواز مي عز الدين من احمد تيمور، ترند بقى وناس كتير بتتكلم عنها وناس كتير فرحانه لها. فلما قعدت افكر حسيت ان مي عز الدين مختلفة عن كل الفنانات اللي موجودين في جيلها، فقلنا ما نعمل النهارده حلقة في حب الفنانة مي عز الدين ونتكلم ليه هي مختلفة عن باقي الفنانات. بس قبل ما نبدأ، بمناسبة الجواز ده، دينا يا شربيني في واحدة وواحد اتجوزوا، اجهزي بقى عشان عندك طلعة. انا قصدي انها هتروح تبارك لهم، انتوا فهمتوا ايه؟ معروف دينا الشربيني اول ما بتلاقي راجل متجوز بتخطف رجليها وتروح لهم تبارك، وهي خارجه بتاخد جوز حمام وهي ماشيه بقى عشان تاكله. عادة في الحلقات اللي بنعملها في حب الفنانة بنبقى بنخبط او بنتكلم مثلا واحدة زي عبلة كامل، واحد زي محمد سلام، بنتكلم يعني اغلب تاريخهم مميز جدا. حلقة النهاردة هي ميكس، يعني مي عز الدين في حاجات كتير جدا كويسة، بس في حاجات عندي معاها فيها مشاكل تحديدا في اختيارات ادوارها، ده هنتكلم فيه. بس خلونا نبدأ ليه هي مختلفة عن اغلب فنانات جيلها. اولا مي عز الدين محترمة ما بنشوفهاش في حاجات شمال، يعني لما تيجي تراجع كل تمثيلها وكل ادوارها من ساعة ما بدأت مش هتلاقي ليها مشهد واحد خارج، مشهد لابسه لبس مش مظبوط، او مشهد مثلا في سرير. يعني حتى الدور الوحيد اللي كانت عاملاه في الحقيقه والسراب كانت عامله دور منال، اللي هي بنت متفتحه وشمال وبتغلط. هي كانت عامله ده بشكل كويس، يعني موصله الموضوع وموصله الشخصيه، بس من غير ما تلبس لبس او تعمل حاجات اوفر. وانا فاهم انه سمه العصر وقتها ان كانت الدراما لسه محترمه، ما كانش فيه المليطه بتاعت النهارده. بس يحسب برضو انه هي ما راحتش للغلط ده، حتى لما الدراما انفتحت ما شفتلهاش حاجه خارجه. وبعيدا عن ادوارها، هي مش فنانه ريد كاربت. يعني في كل المهرجانات اللي فاتت، اذا كانت بقى مش عارف الجونه وريد كاربت والبطانه والسره وحاجات مستخبيه وحاجات طالعه وحاجات شالحه، انا ما شفتش مي عز الدين اصلا ما بتروحش. ولو يعني انا مش فاكر، بس لو راحت انا عمري ما شفت لها فستان خارج او فستان قليل الادب او حركات قليله الادب بتحصل على الريد كاربت زي ما اغلب الطاهرات اللي من جيلها ومن الاجيال اللي قبلها بيعملوا. وكلمه محترمه برضو في حياتها الشخصيه، يعني انا عمري ما سمعت عنها اي حاجه شمال. يعني دايما لما بتذكر مي عز الدين اكيد هتذكر منى شلبي، لان تقريبا هما الاثنين نفس الجيل، وسبحان الله الاثنين اتجوزوا في نفس الوقت. فيعني هتلاقي مثلا منى شلبي في شويه لغط على قضيه وحاجات بتتشد ومش عارف، لكن مي عز الدين انا ما سمعتلهاش اي مشاكل ولا شفت لها اي حاجه خارجه. الحاجه الوحيده وانا بدور بالصدفه عرفتها انها كانت مخطوبه وفكت وما كانش في مشاكل يعني في الحوار. وده يوديني لتاني نقطه، ان مي عز الدين محتفظه بخصوصيتها، ما بتفتحش حياتها على العالم. اغلبكم مش هيبقوا عارفين انها كانت مخطوبه قبل كده، لانه انا نفسي اتفاجئت وانا بدور انها كانت مخطوبه وفكت خطوبه، ودي حاجه ما اتكلمتش فيها كتير. حتى الجواز بتاعها اللي لسه حاصل اليومين دول مع احمد تيمور اتفاجئنا انها اتجوزت. طب هل هي اتخطبت؟ هل حصل قبل كده ارتباط؟ هل في قرايه فاتحه؟ كل ده احنا ما نعرفوش، وما نعرفش حتى تفاصيل الجواز. ما هياش عامله فرح زي ايناس الدغيدي ونطلع بقى ونهيس كلنا وفيديوهات. هي الموضوع في الضيق. وعموما انا ما اعرفش حاجات كتير عن حياتي، يعني انا فعلا ما اعرفش هي ليها اخوات ولا ملهاش، ليها قرايب ولا ملهاش. يمكن اطول لقاء شفته لها اللي هي فتحت فيه قلبها واتكلمت عن حياتها كانت لقاء عاملاه قريب مع معتز الدمرداش، وتحديدا كانت بتتكلم عن مامتها، وكانت برضو حذره. يعني بتتكلم ان انا كنت بحب الست دي، مامتي لما توفت بقيت قاعده لوحدي. يعني ما اتكلمتش في تفاصيل، ما نزلتش الليفل شيرين وحسام. ثالث حاجه مميزه في مي عز الدين انها الى حد ما شبهنا، يعني ما تحسهاش زي الممثلات اللي هم بيحاربوا الدين وبيحاربوا ربنا، فهي بعيده عننا. هي شويه شبهنا. وانا هنا بتكلم تحديدا عن تصريحاتها. يعني مثلا كنت شفت لها من قريب تصريح بتقول انها ندمانه على فيلم ايظنه، او تحديدا اغنيه ايظنه اللي هي طلعت فيها ورقصت. قالت لان انا ما بحبش الحاجات اللي ممكن يكون ليها معنى غلط او تتفهم شمال. فحتى ده اللي هو مش غلط قوي، يعني احنا ما وصلناش، مش مشهد خارج قوي، بس هي شايفه ان ده ممكن يبقى غلط فندمت عليه وعملته وهي صغيره، وما كانتش تقدر ترفض ساعتها، او ما كانتش بالقوه انها ترفض. ماذا اعترضتي على اغنيه يا ناري في فيلم ايظن؟ بس بخاف قوي من اي كلمه تتاخد بمعنى واحد. وليها تصريحات كتير تحسها شبه بنات مصريه. بس يمكن اقوى تصريح انا شفته لها هو تصريح كانت بتتكلم فيه عن الجواز. يعني بيقول لها انت ليه ما اتجوزتيش؟ فهنا بقى ما طلعتش بقى تهاجم بتقول اصل الست مش محتاجه الراجل. اتكلمت بمنتهى الحياديه انه الست محتاجه الراجل، وان اي بنت عايزه تتجوز لو بنت طبيعيه، بس انا مستنيه ابن الحلال اللي احبه ويحبني. اللي هي الشابه اللي عايشه الدور انه لا مش وقته اصلي، مركزه فيه. انت بتعملي مسلسل 5 شهور من السنه، بقيت 5 شهور تعملي ايه؟ مفيش بنت سويه مش هتبقى بتحلم انها تبقى زوجه وام. رابع حاجه في مي عز الدين انها تعتبر ممثله شاطره. يعني هي مش بصمجيه زي الجيل اللي طالع مرات المخرج فلاني او مدام ياسمين اللي معتمد على جمالها بس، لا هي بتمثل كويس. وانا هنا بتكلم تحديدا عن اخر ادوار
ادوار عملتها. يعني انا فاكر لها مسلسلين، مسلسل قلبي ومفتاحه كان دورها حلو وتمثيلها حلو، في مسلسل برضو جزيره غمام كانوا كلهم حلوين وهي كمان كانت مميزه. ولما برضو ترجع زمان هتلاقي ليها ادوار كويسه وهي صغيره. يعني حتى اول دور عملته اللي هو كان مع محمد فؤاد واحمد حلمي فيلم رحله حب كان تمثيلها حلو رغم انه كان اول دور ليها. برضو اشتغلت في مسلسل اسمه الشك كان مع رغده، كانت عامله دور حلو قوي. فيلم خيانه مشروعه، شوف الفيلم ده كله كان شمال، هي الوحيده اللي ما كانش ليها ولا مشهد خارج وكان تمثيلها حلو. خامس حاجه مميزه فيها انها كوميديانه بس نص نص. دي بقى النقطه اللي انا هتفق في حاجات معاها واختلف في حاجات معاها. يعني مي عز الدين هي واضح انها بتحب تقدم كوميديا، وقدمت كوميديا بشكل بالنسبه لي كان كويس جدا. عمر وسلمى هي يعني عامله دويتو حلو مع تامر حسني وفاهمين بعض وبيفرشوا لبعض افيه. لكن شفت لها تجارب تانية كوميديه كانت قلش جدا. يعني مثلا شفت لها مسلسل اسمه البرنسيسه بيسا كان سيء جدا والاداء اوفر وحتى السكريبت كان وحش، كان سيء جدا. لما تيجي تشوف اختياراتها في السينما برضو مش احسن اختيارات كوميديه. يعني هي اول فيلم بطوله ليها كان فيلم اظن، الفيلم ده هو فيلم عبثي ويعني سكريبت ضايع، بس هو في حاجات مضحكه بس الضحك مش منها، الضحك يمكن من المواقف من الناس اللي حواليها. بعدها عملت كام فيلم اللي هم تقريبا شيكامارا، حبيبي نائما ده كان مسروق، فيلم جيم اوفر ده كان مسروق وكان اوفر يعني ما كانش فيه ضحك قوي. فبحس ان هي اختياراتها الكوميديه في الافلام سيئه مش قد كده، خصوصا الحاجات اللي بطولتها. لكن رغم انها بعد الحاجات دي ما هي اختارت عمر وسلمى، ده اختيار كويس. لكن الحاجه اللي تحسب لها ان اعتقد ان هي بطلت الاختيارات. يعني بعد ما عملت الافلام دي مش كلها نجحت وعملت مسلسل البرنسيسه بيسا خلاص هي اتجهت للدراما وبقت تعمل دراما. واعتقد ان في سنها دلوقتي وخبرتها لو هترجع تعمل كوميديا هتعملها بشكل حلو او شكل مميز. سادس واخر حاجه مميزه بالنسبه لي في مي عز الدين، بس دي حاجه هي ملهاش فضل فيها، ده ربنا سبحانه وتعالى، ان هي شكلها شبه الممثلات اللي كانوا موجودين في الخمسينات والستينات. يعني شكلها كده بريء جدا. الحلو بقى ان هي ما بتعتمدش على الشكل ده. يعني عندك مثلا مدام ياسمين صبري ممكن تطلع في السجن حاطه ميك اب، ليه؟ انا جميله وحلوه ومعتمده على ده. لكن مي عز الدين انا شفت لها حاجات كتير هي مش معتمده على جمالها، هي ممكن يبقى شكلها طبيعي حلو بس مش بتتعمد انها تحط ميك اب زياده او حاجات زياده او تبروز جمالها على حساب الدور. زي ما قلت في حلقات اللي بنعملها عن حب الفنانه غالبا بنجيب واحده بنسف عليها او بنجيب واحده زي عبله كامل نتكلم قد ايه ان هي فعلا عامله شغل حلو في حياتها واختياراتها حلوه. مي عز الدين انا حاسسها لسه في المنطقه اللي في النص، هي فنانه محترمه مقارنه بكل فنانات جيلها وملهاش اخطاء كتير، بس عندي مشكله انها بتختار ادوار حلوه وادوار تانية مش احلى حاجه ليها. اوقات بتعمل كوميديا حلوه اوقات لا كوميديا قلش. حاسس انها لو اشتغلت على نفسها هي ممكن تبقى في حته ثالثه غير كل الممثلات اللي موجودين دلوقتي. واهم ميزه انها محترمه وسيرتها طيبه، فده يخليني اقول انها فنانه مختلفه عن حاله العكعكه اللي بنشوفها دلوقتي. هو يعني طبعا من ساعه ما انتشر خبر جوازها من احمد تيمور انا يعني الف مبروك يا فنانه، بس نتمنى ان القصه بقى اللي حاصله ان هدي كرم عملت له انفولو ونزلت ستوري بتلقح عليه. يعني انا لسه بقول ان انت سيرتك دايما في حالك ما بتتكلميش. اتمنى بقى ان الجوازه دي ما تجرجرجيش في منطقه انك تنزلي لمستوى شيرين وحسام يا رب يعني. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر عمل او دور بتحبه لمي عز الدين وفاكره لحد النهارده؟ وايه اكتر دور او عمل سواء كوميدي او مش كوميدي ما حبيتوش لمي عز الدين؟ اكتبوا لنا بقى في الكومنتات. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسله ملخصات افلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام ومسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه في حب الفنانه الفلانيه زي حلقه النهارده، ده غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات بدأناها في شهر 10 ومكملين فيه. فيعني لو معاك وقت وباقه وناقه والحوارات دي كلها باخد لك لفه وقول لنا رايك في الفيديوهات وفي الفيديو بتاع النهارده. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي تعليقك او اللي مش عاجبك في الكومنتات هنحاول نعدله. ونختم دلوقتي بالكلمه اللطيفه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورة.